السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نحضر مع بعض النهاردة البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. بجد مستوية وتحفة. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات معانا ايه النهاردة. معايا هنا بقى بطاطس حجمها يعني صغير، ما تكونش كبيرة. بصوا انا قشرتها. همسك بقى السكينة بتاعتي وهساوي السطح بتاعها كده من فوق، وبعد كده بقى ايه هفضي القلب بتاعها كله. ممكن بمقورة ممكن بسكينة، انا على زي ما تحبي. بصوا هعملها زي ما هتشوفوها دلوقتي. هعمل واحدة واوريها لكم. بصوا زي كده. والقلب اللي هيطلع منها هنستخدمه، اللي هو ده هنحطه في الصينية من تحت. هوريكم هنعمله ازاي. بصوا انا خلصت كل الكمية. معايا هنا بقى صينية او طاسة. رفعتها على النار ونزلت بحبة زيت. بعد كده بقى هنزل بالبطاطس بتاعتي. هغلفها كده من الجنبين، يعني هديها لون من الجنب ده والجنب ده عشان ما تبقاش مهرية معايا، ما تتهريش معايا. بصوا هديها لون كده من تحت، وبعد ما تاخد لون هاجي قلبها على الجنب التاني زي كده. هديها بقى لون من الجنبين وبعد كده اخرجهم. بعد ما خرجتهم بقى من الزيت، نفس الطاسة نزلت فيها، حطيت فيها معلقة سمنة الاول فوق الزيت، وبعد كده نزلت بحبة توم. هشوحهم كده لحد ما ايه لونهم يصفر كده. بعد كده هنزل بعصير الطماطم. هنزل بقى فلفل اسود، هنزل بملح وسبع بهارات ورشة كزبرة، وهقلبهم بقى كده كويس. اول بقى ما تبتدي تغلي معايا زي كده هدي عليها النار بقى واسيبها ايه لحد ما تتسبك معايا. بعد ما نزلت الطماطم بتاعتي معايا بقى طاسة على النار، نزلت فيها بحبة زيت ومكعب من الزبدة. نزلت فيها بحبة بصل مفروم او متقطع عادي. هفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما يبتدي يدبل معايا. اول بقى ما دبل معايا كده هنزل عليه بقرن فلفل. لو بتحبي الحاجة سبايسي يعني ممكن تنزلي بقرن فلفل حامي. لو مش بتحبي الحاجة مشطشطة ممكن تنزلي بقرن فلفل عادي. بعد كده بقى نزلت ب 250 جرام من اللحمة المفرومة، يعني ربع كيلو. البطاطس اصلا مش بتاخد لحمة كتير عامة، وعلى حسب يعني على حسب الكمية اللي انت هتعمليها برضو. بصوا هشوحها كده بقى مع بعض. بعد ما تحسي ان اللحمة هتدخل في السوا كده هنزل عليها بقى كده بجزرة مبشورة. هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل بملح فلفل اسود السبع بهارات. ونزلت كمان برشة من الكزبرة. ممكن تحطي بهارات لحمة لو حابة. هقلبهم بقى كده في بعض وهطفي عليها النار عشان كده استوت معايا خلاص. هنا بقى معايا صينية تدخل الفرن. يعني ايه صينية تدخل الفرن؟ حطيت فيها القلب بتاع البطاطس بتاعتي اللي طلع منها، فرشته كده في الصينية. وبعد كده همسك بقى البطاطس بتاعتي كده هحشيها باللحمة وهرصهم بقى بالشكل ده. وعملت معاهم كده قرنين فلفل كمان يدوا معاهم ريحة. هجيب بقى الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض وهغلف البطاطس بتاعتي كده بالصلصة، واحط لهم يعني قد من ربع كوبايه لنص كوبايه كده ميه سخنه. وادخلها الفرن، فرن سخن بقى على درجه حراره 200. يعني لحد ما تدخل، تاخد غلوتين تلاتة كده تدخل في سوا. بعد كده هدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها خالص. بصوا هنا بعد ما خرجت من الفرن بجد تحفه، جربوها هتعجبكم قوي.
والطريقة دي ناجحة 100%. كده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.